السلام عليكم ورحمة الله. عمرك وقفت كده وسألت نفسك ازاي التعابين بتسمع وهي أصلا ما عندهاش ودان زي باقي الكائنات؟ يمكن أول فكرة تيجي في بالك إنه أطرش وما بيسمعش خالص، لكن الحقيقة إن الموضوع أعمق وأغرب من كده. التعابين مش بس بتسمع، دي عندها نظام سمعي مختلف تماما عننا، يخليها تعيش في عالم إحنا كبشر مش عارفينه، عالم ما فيهوش أصوات بالمعنى اللي ودنا متعودة عليه، لكنه مليان إشارات خفية وذبذبات دقيقة هي بتلقطها بكل براعة. تخيل نفسك واقف في الصحراء بالليل، حواليك سكون تام، مفيش صوت طيور ولا بشر. فجأة في فار صغير بيجري بسرعة وسط الرمل، انت يمكن ما تسمعش أي حاجة، يمكن تلمح حركة بسيطة في التراب لو ركزت جامد، لكن الأفعى اللي قريبة منك حاسة بكل خطوة من خطوات الفار ده. مش بس كده، هي قادرة تحدد مكانه بالظبط، كأنه في خريطة قدامها. ازاي؟ السر في جسمها. التعبان ما عندوش ودان بارزة، مفيش طبلة ولا صيوان ودن زي عندنا، إنما عنده جهاز سمعي متطور جوه جسمه. الفك السفلي بتاعه مش متثبت في الجمجمة زي عندنا، لأ، ده مرن وملتصق بالأرض طول الوقت. أي اهتزاز بيحصل في الأرض بيتنقل على طول من الفك لعظمة صغيرة اسمها الكولوميلا، ودي بتشتغل كأنها جسر يوصل الإشارة للأذن الداخلية. هناك القوقعة بتيجي وبتحول الاهتزازات دي لإشارات عصبية، والدماغ بيترجمها. يعني التعبان يسمع الأرض مش الهوا. واللي بيزود الدهشة إن الدراسات أثبتت إن الأفعى مش معزولة تماما عن الأصوات اللي في الهوا. صح، هي مش بتلقط كل حاجة زينا، لكن تقدر تسمع ترددات منخفضة ما بين 80 ل 600 هرتز، ودي غالبا أصوات مرتبطة بحاجات تقيلة قريبة من الأرض، زي نطة أرنب أو رجل حيوان بيجري. يعني التعبان واخد من هنا حتة ومن هنا حتة، عامل نظام مزدوج يساعده يعيش. خليني أحكي لك مشهد تاني. تخيل أفعى قاعدة وسط حشائش طويلة، مستنية من غير أي حركة. من بعيد في طائر بينزل على الأرض يدور على دودة، الأفعى مش شايفاه كويس، بس أول ما رجله لمست الأرض هي عرفت، حست بالاهتزاز اللي إحنا مش بنحس بيه. في لحظة واحدة، من غير ما الطائر يلحق يفكر، الأفعى بتنقض وتاخده. ده كله من غير ما تسمع صوت جناحه ولا زقزقته، بس من خلال الأرض اللي بتكلمها بلغتها الخاصة. ومش كل التعابين زي بعض، اللي عايشين في الصحراء زي الكبرى بيعتمدوا أكتر على الاهتزازات، لأن المساحات مفتوحة ومفيش نباتات تكتم الصوت. إنما اللي في الغابات الكثيفة بيحتاجوا يعتمدوا على خليط من الاهتزاز والأصوات اللي في الهواء، عشان الضوضاء حواليهم كتيرة، والفريسة ممكن تكون مستخبية كويس. يعني كل نوع متأقلم مع بيئته بطريقة عبقرية. السمع بالنسبة لهم مش رفاهية، دي مسألة حياة أو موت. في الصيد مثلا الأفعى ممكن تفضل في صمت بالساعات، مش بتتحرك ولا حتى نفس زيادة. أي حركة صغيرة حوالين الأرض تخليها تلتقط الفرصة وتهاجم في لحظة، ودقتها في تحديد المكان غريبة فعلا. في المقابل لو في خطر جاي ناحيتها زي إنسان بيجري أو حيوان مفترس أكبر، هي مش لازم تسمع صوته، كفاية تحس بالخطوات، الاهتزاز يقول لها خطر قرب، فتبدأ تاخد قرارها بسرعة، تهرب ولا تقف وتدافع. خليني أديك مثال أوضح. لو في راعي ماشية ماشي في الصحراء ورجليه بتدق على الأرض بخطوات تقيلة، الأفعى هتحس بيه من بعيد، مش مهم المسافة قد إيه، المهم إن الاهتزاز وصل لها. لكن لو نفس الراعي ماشي على طوبة أو حجر صلب، الاهتزاز هيكون أضعف، وساعتها الأفعى ممكن ما تلحقش تميز وجوده إلا لما يقرب. يعني حتى نوع الأرض نفسها بيفرق في عالم السمع بتاعها. حتى في حياتهم الخاصة الاهتزازات ليها دور. بعض العلماء بيقولوا إن في موسم التزاوج الذكور والإناث ممكن يتبادلوا إشارات عن طريق الاهتزازات، حاجة أشبه باللغة الصامتة مفيش حد بيفهمها غيرهم. وده يورينا إن السمع عند الأفعى مش بس عشان الأكل أو النجاة، لكن كمان جزء من تواصلها مع بني جنسها. والأغرب بقى إن التعبان مش محتاج يفتح عينه عشان يعرف اللي حواليه، في أوقات كتير بيصطاد وهو مستخبي تحت الرمل أو وسط ورق الشجر، هو مش شايف حاجة، لكن كل خطوة بتحصل فوقيه بتترجم في دماغه كإشارة واضحة. تقدر تقول إن الأرض بالنسبة له زي كتاب مفتوح، بيقراه سطر بسطر من غير ما يحتاج يبص. الغريب إن الحاجة اللي ممكن إحنا نشوفها عيب، زي عدم وجود ودان، الأفعى حولتها لميزة. إحنا لو عايزين نرصد اهتزازات الأرض محتاجين أجهزة حساسة ومكلفة،
لكن هي مزروعة عندها ببساطة في جسمها، وده بيورينا قد إيه الطبيعة متوازنة، وكل كائن واخد اللي محتاجه بالظبط عشان يعيش. سبحان الخالق الذي أبدع كل شيء خلقه. تخيل بقى لو أنت واقف ثابت في مكانك قدام أفعى وساكت تماما، يمكن تفتكر إنها مش حاسة بيك، بس الحقيقة إن أول ما رجلك لمست الأرض هي عرفت بوجودك. كل حركة ليك حتى النفس التقيل بيعمل اهتزاز بسيط، وهي قادرة تميزه، وده يخليها دايما مستعدة سواء للهجوم أو للهروب. اللي أروع من كده إن لما نقارنها بباقي الكائنات هنلاقي إن كل واحد ليه طريقته الخاصة في إدراك العالم. الطيور مثلا بتشوف ألوان فوق طاقتنا، الخفافيش بتسمع بالموجات فوق الصوتية، الكلاب بتشم روائح إحنا مستحيل نحس بيها، والأفاعي بتسمع الأرض. التنوع ده مش نقص، ده دليل إن مفيش مخلوق ناقص. كل واحد ليه بصمته وطريقته الخاصة اللي تخليه يتعايش، واللي ربنا سبحانه وتعالى اداهاله عشان يقدر يتأقلم مع بيئته. القصة دي بتدي درس لينا إحنا كمان كبشر. مش لازم يكون عندك نفس أدوات غيرك عشان تنجح، ممكن يكون عندك حاجة مختلفة، ميزة محدش واخد باله منها، لكن لو استغلتها صح هتبقى سر نجاحك. زي الأفعى بالظبط، ما عندهاش ودان، بس عندها سمع من نوع خاص يخليها واحدة من أنجح الصيادين في العالم. فكر فيها كده، لو الأفعى حاولت تعيش بعقلية الطيور وتقول أنا مش شايفة كويس زيهم، كانت هتموت من الجوع. ولو قارنت نفسها بالقطط اللي عندها ودان حساسة، برضه هتحبط. لكن هي اختارت تستخدم اللي عندها وتعيش بنظامها. وهنا يجي الدرس لينا، ما تقارنش نفسك بغيرك. كل واحد فينا عنده ميزة الأفعى الخاصة بيه، اللي لو عرف يستغلها هيوصل بعيد. في الآخر لما تشوف أفعى، ما تشوفهاش كرمز للخوف بس، شوفها كدليل حي على إبداع الطبيعة وقدرة الخالق سبحانه وتعالى، وعلى قد إيه التكيف بيخلق معجزات. هي مش بتسمعك زي ما بتسمع نفسك، لكنها عارفة إنك موجود من أول ما حركت رجلك، وده يخليك تبص لها بنظرة مختلفة فيها احترام لجمال وتعقيد الحياة اللي حوالينا. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ونشوفك على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله.